طب خلينا نسألك، هو المشهور بيبيع اكتر ولا الشاطر؟ المشهور. طب ليه؟ بمنتهى البساطة، الناس بتجري دايما على الحاجة المشهورة، الناس بتجري دايما على الشخص المعروف. طيب في ناس تيجي تقول لك طب ما هو الشاطر ده حد امهر، حد اشطر، حد دارس اكتر، حد فاهم اكتر. تمام، بس الناس بتجري على مين؟ المشهور. ليه بقى؟ الناس كلها وبدون استثناء بتدور على القائد، مهما كان الشخص نفسه قائد، رئيس مجلس إدارة أكبر مجموعة شركات في العالم، هتلاقيه في وقت من الأوقات محتاج قائد. يعني مثلا أنت لما تفكر إنك عايز تروح تحلق، أنت في الوقت ده مش هتقود عملية الحلاقة، انت في الوقت ده هتبقى بتدور على حلاق هو اللي يحلق لك. تعال نتخيل بقى ان الحلاق ده انت ما بين اختيارين، حلاق شاطر جدا وانت عارف انه شاطر، وحلاق تاني مشهور والناس كلها بتحجز وبتقف بالطوابير عشان خاطر تحلق معاه، والناس كلها نفسها تتصور معاه، والناس كلها نفسها تحلق عنده علشان خاطر هو مشهور جدا، وكريستيانو رونالدو مثلا حلق عنده ميسي. انت في الوقت ده هيبقى قدامك الاختيارين، متاح عندك انك تحلق عند اشطر حلاق في العالم، وما بينك تحلق عند اشهر حلاق في العالم اللي حلق عنده الناس دول كلهم. هتحلق عند مين؟ 95% من الناس هيختاروا اشهر حلاق في العالم مش اشطر حلاق في العالم. ليه؟ لان دي قوة البيرسونال براندنج، دي قوة انك تكون عندك بيرسونال براندنج، دعاية شخصية ليك بتشهرك انت وبس.